ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا كنت عامله معاكم قبل كده فيديو الكيكه وفيديو الاندومي. طبعا النهارده هعمل معاكم حلي يعني بصراحه جميل جدا، وممكن تعمليه برضك من بواقي الكيكه برضك يعني عادي. اول حاجه معايا 2 كوب ونص دقيق، نص كوبايه كاكاو، و3 بيضات، وكوب ونص سكر، وكوب لبن اهوت معانا، وربع كوب ماء، وكوب الا ربع زيت، وبودر وفانيليا، ومعايا ملح بردك، ومعايا خل. اول حاجه بقى طبعا هجيب الحله ابدا. طبعا ماما هتساعدني بردك يعني ايه، احنا مع بعض على طول. بسم الله. حط الاول البيض، اللي هو ال3 بيضات. ثواني. طبعا يا بنات بعد ما حطيت البيض اهوت ابدا ان انا كده احط الفانيليا برده. كان مش هقلب يعني ايه، هقلبهم كلهم ورا بعض احسن. تاني حاجه ان انا ابدا ان انا انزل السكر كده، وابدا ثواني هقلب. طبعا انا بقلبه كده اللي هو ايه. طبعا لو في مضرب كهرباء عادي مفيش مشكله، بس برضو يبقى حلو. وبرده زي ما قلت لكم ممكن الطرف ده برده يتعمل ايه بقى من بواقي الكيكه برده، بيبقى جميل جدا وكل الاطفال بيحبوه. عن نفسي من ضمن الاطفال بحبها جدا. طبعا يا بنات بعد ما وصلت بالقوام ده هشه وجميله جدا. طبعا هنبدا ان احنا نحط اللبن. حسيت بقى ان هو كان الاول تقيل، دلوقتي شوفوا بقى سايل جدا وجميل. ومعلقه خل، ويا ريت كمان عشان تسهلوا على نفسكم تكون بالمضرب اللي هو ايه الكهرباء ده. طبعا هننزل بالزيت. كده شوفوا بقى سائل معايا جدا اصلا ما انا هكمل بقى. انا عملت شويه. الدقيق ده طبعا منخول، كل ما يكون منخول بيبقى حلو في الكيكه تخليها هشه. لو عندك مفيش اي مشكله، برضو المضرب ده كويس واحنا بنعمله بهوت، وان شاء الله الكيكه هتبقى جميله. اهي بسم الله. هي عاوزه تكمل بس انا هخلص. يلا ده البودر، الكاكاو، لان برضو بيبقى فيها تكتلات لازم تنخليها عشان لو فيها حاجه. بسم الله. بعد ما حطينا الدقيق والكاكاو هنحط البودر. بسم الله. لازم ذره الملح. دي ربع كوبايه الميه. يلا قلبي هنا. حتى تسقيها شويه. انا مش هتسقعها. صيح. هاتي كده عشان تقيله على ايدك. انا هكملها هنا. ده برضو لسه. شوفوا كده السمك بتاعها جميل قوي وطريقتها سهله، مش هتاخد مننا اي وقت. حط بس حاجه بسيطه ميه. كده احنا جايبين صينيه. جبنا صينيه، اي صينيه. احنا بس محتاجين بس لان كل ده هيتحط في قلب الكوبايات بتاع التحليه ان شاء الله. اهو بسم الله. هي هنا عاوزه تفرغها بس احنا ايه مش عاوزين نطول معاكم الفيديو. كده خلاص. هيات هندخلها الفرن. هتوصل ظبطيها. الفرن طبعا سخن من قبل ما نبدا نعمل فيها، لان الكيكه
لازم الفرن يسخن قبل ما تبداي فيها. هنحطها وبعد كده نطلع لما تطلع هنوريها لكم زي ايه. الكيكه طلعت اهيت، بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا انا كنت عاوزه اعملها في صينيه اكبر من كده لان كل ده هيتقطع ويتحط في كوبايات. انا دلوقتي عملت الكريمه، كوبايه كريمه وعليها كوبايتين ميه مثلجين. انا كان عندي في الفريزر وطلعت ايه ده، عملتها بس بالمضرب. بس انا بقول لكم لو انت هتعملي جديد يعني كوبايه كريمه واحده عليها كوبايتين ميه مثلجه. اي تزويق عندك. ده كان عندي في التلاجة بصراحه، طلعت كل ده فورماسيل وشوكولاته. ودي الشوكولاته الاقتصاديه اللي احنا كنا عاملينها، كانت كوبايه. هي طبعا انا منزلاها كوبايه سكر على كوبايه زيت على 3 معالق كاكاو وكوبايه لبن. كل ده بتضرب في الخلاط وبعد كده بتقوم عاملاها ايه. دي الشوكولاته الاقتصاديه. دي الكيكه. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ممكن الكوبايه اللي عندك عشان لو تطلع عاوزه مظبوطه. لو انت لا لو انت عاوزه تعمليها بنفس الطريقه اهي. لا اهي بنفس الطريقه، بسم الله ما شاء الله عليها، هشه جميله ازاي. فاحنا هنعملها عشان نحطها في كوبايات تبقى سهله بالنسبه لنا. انا حطيت هنا شويه لبن مش كتير، وعليهم نفس الصوص اللي انا عاملاه ده الاقتصادي. انا بحب ان انا اقطعها كده. بصراحه هي الكيكه هشه وجميله جدا يعني. حلوه بسم الله ما شاء الله عامله ازاي اهي. بسم الله. انا فرغت هنا في الكيس ده عشان ايه ما نقفش الدنيا اهي. بسم الله اهي. بس هنا عشان تبقى الحاجه سهله بالنسبه للواحد. بعد كده برضو طريقه سهله وجميله نعملها لاولادنا بدل ما نخرج نشتري من بره. نفس الطريقه. نحط بقى الشوكولاته ثانيه واحده بس كده خلاص. الكريمه ما تبقيش تتقليها قوي اهي. نجيب معلقه تانية بسم الله. الصوص ده جميل قوي، انا بعمله على طول بحطه عندي. عاوزه تحط له اي حاجه شوكولاته اي اللي اولادك بيحبوه اعمله له. بسم الله ما شاء الله عليها. هشه وجميله. حطي فيها شوكولاته. حاضر. كده هنزوقها براحتكم خالص، اللي انتوا عاوزينه اعملوه. برضو شويه ابيض كده يدي شكل حلو. كل الاطفال بيحبوا الحاجات دي. كوبايه دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليها. كل حاجتنا عادت غاليه اهي، كل حاجه في البيت. نعمل كمان ديت، نحط فرماسيل على بسم الله. انا بحط لهم تبع اللي هم عاوزينه هنا. انت بقى براحتك خالص، شوفوا اولادك بيحبوا ايه. بسم الله ما شاء الله كوبايه عامله ازاي. وبصراحه يعني هشه الكيكه هشه وجميله بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا يا بنات بعد ما خلصنا الكيكه جميله جدا جدا والكيكه هشه طبعا زي ما شفتوها. طبعا ماما زوقت الاتنين دول عشان كده شكلهم جميل جدا. طبعا انا زوقت ديت عشان بحب الفرماسيه انا واختي طبعا. وقبل اي حاجه تنسونا باللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.